میوانە بەڕێزەکانەکەین بفەرمونون لەگەڵ ڕێوڕسمی بڵاوکردنەوەی راپۆرتی دامەزراوی مەدارک کە تایبەتە بە ساڵی دووهەمی خولی چوارەمی پەرلەمانی عێراق و لە ئێستادا دەرفەت دەدەم بە بەڕێز دکتۆر سعدون کە پوختەیەک لەسەر راپۆرتەکە پێشکەشکە. فەرمونون. السلام عليكم جميعا. احنا سعداء جدا في مؤسسة مدارك للدراسات والابحاث، سعداء انه نقيم هذه الندوة في السليمانية. طبعا نقيم هذه الندوة بالتشارك مع منظمة كردستان للجميع ومنظمة باو، وهذه شراكة بين منظمات المجتمع المدني الفيدرالية وبين منظمات الإقليم، آمل أنه تتبعها شراكات أخرى وتنضج من هذه الشراكة مشاريع أخرى تعمل على مراقبة أداء مجلس النواب الاتحادي ومجلس النواب في إقليم كردستان. أقدم لكم نبذة عن مؤسسة مدارك. مؤسسة مدارك للدراسات والأبحاث مؤسسة معنية بالأبحاث. لدينا مرصد متخصص في مراقبة مجلس النواب الاتحادي، ونصدر تقارير دورية عن أداء المجلس، عن نشاطه التشريعي، عن نشاطه الرقابي، عن حضوره، تقرير متكامل. لدينا تقرير شهري، ولدينا تقرير فصلي، ولدينا تقرير سنوي، ولدينا تقرير في نهاية الدورة التشريعية، يعني كل 4 سنوات. من ضمن هذا النشاط لدينا أيضا تقارير نصدرها تخص نواب كل محافظة على جانب، كل محافظة على جانب. وهذا الجهد الغاية منه تفعيل الرقابة الجماهيرية، تفعيل الرقابة الشعبية، رقابة الجمهور على أداء ممثليهم في البرلمان الاتحادي، رقابة الناخبين على أداء ممثليهم في البرلمان الاتحادي. اليوم سنقرأ عليكم تقريرا يخص مراقبة أداء مجلس النواب الاتحادي، وأيضا تقرير يخص تقييمنا لنواب السليمانية ممثليكم في البرلمان الاتحادي. وهذا كما أسلفت يساعد أولا على نحو من أنحاء التواصل بين جمهور الناخبين وبين ممثليهم في البرلمان الاتحادي، وأيضا يساعد على تفعيل النفس الرقابي، لأنكم ستطلعون على مجمل نشاطات البرلمان الاتحادي، وأنتم أيضا معنيون بهذا البرلمان. بالتأكيد يهمكم أداء البرلمان الاتحادي بكل أعضائه، لأنه أداء هذا البرلمان يخصنا جميعا بالصميم، سواء كان على مستوى الرقابة، سواء كان على مستوى التشريع. وأيضا بالتأكيد يهمكم أيضا أداء ممثليكم في السليمانية في هذا البرلمان. سنعرض عليكم جهدهم الرقابي، سنعرض عليكم توزعهم على اللجان، سنعرض عليكم مجمل أدائهم، حتى تكون لديكم بوصلة عبرها تستطيعون تنظيم الرقابة الشعبية على أداء النواب. وبمرحلة لاحقة ستنتفعون من هذه البوصلة في تحديد خياراتكم في الانتخابات المقبلة. شكرا جزيلا. داوەلە میوانە بەڕێزەکان و سەرجەم کەناڵەکانی ڕاگەیاندن دەکەم هەر پرسیارێکیان هەبوو سەبارەت بەو راپۆرتە ئاراستەی شاندی مەدارک بکەن کە لە سلێمانیدان ئێستا و هەر تێبینیەک هەبێت یان هەر سەرنج و ڕابوچوونتان ئاراستەیان بکەن. و منیش ئەرکی ئەوە دەکێشم کە وەرگێڕانیان بۆ بکەن ئەگەر بە زمانی کوردی پرسیارەکانتانە، و ئەوەشی بە عەرەبی دەیکات، ئەوە خۆشان دەتوان وڵامی خۆیان بە زمانی عەرەبی بدەنەوە. فەرمووی.
لا سؤال الأخ كم شكرا اختيار يقول كان يفترض ان هذا الدخل يكون عندنا قبل يومين او ثلاثه على ما نطلع عليه وبعدها يكون عندنا استفسارات. هو هذه الخطوة الأولى. بعد هذه الخطوة راح يصير اطلاع، لأن هذا التقرير سلفا موجود على موقعنا الإلكتروني منذ يعني من بداية إصداره. اما هنگاوی یەکەمە پێشتر ئەم راپۆرتەمان بڵاو کردوتەوە لەسەر سایت و پێگی فەرمی خۆمان و دواتر بە شێوەیەکی فەرمی ئەمە وەکو دەستپێکێکە و لە داهاتوێکی نزیکە ئەوە بڵاوەکەینەوە، بەڵام ئێوە حەزەکەین نییە هەر سەرنجێکی ئانی لە ئێستادا هەتان بێت هیواداری پێشکەشمانی بکەن و بڵێن سەبارەت بە چی ڕوونکردنەوە، یعنی ناوڕۆکی هو هذا اللي راح نبدأ به الآن. سنعرض تفاصيل التقرير ومن ثم نستقبل الأسئلة. لە ئێستادا حەزمان کرد پێشەکی پرسیارەکان بکەین. ئێستا ئێمە کار ئێستا بە شێوەیەکی پوخت باسی راپۆرتەکانکەین بۆ هەمووان. زۆر سپاس. فقط اعرض بالعربي وبعدين اختصاص آرام. السلام عليكم وصباح الخير جميعا. أكرر الترحيب والثناء بمجيئكم وبقدومكم وبتشريفنا بحضور هذا المؤتمر. واقعا شرف كبير أن نكون بين أيدي حضراتكم، ولعلها المرة الأولى التي نأتي فيها إلى محافظة السليمانية لكي نطلق التقرير الخاص عن أداء مجلس النواب العراقي. واقعا نحن الآن في الدورة الانتخابية الرابعة كما تعرفون. لا أدري إن كان يعني نحتاج إلى الترجمة أتوقف أم مفهوم الكلام؟ أستمر؟ تمام. في المرصد النيابي العراقي انطلق ببداية الدورة الانتخابية الثانية والآن الدورة الانتخابية الرابعة. أسسنا قاعدة بيانات حقيقة يعني كانت نستطيع القول في أنها حيادية. هذه قاعدة البيانات كانت مبنية على كل ما يصدر منها بوثيقة، إما من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أو من الدائرة البرلمانية في داخل مجلس النواب العراقي أو من الدائرة الإعلامية أو من مركز البحوث. زائدا نحن في مؤسسة مدارك دربنا راصدين تدريب خاص لكيفية الرصد داخل مجلس النواب. نحن المؤسسة الوحيدة يعني في العراق تقريبا الذين نستطيع أن نراقب أداء المجلس من داخل المجلس. لدينا راصدين داخل جلسات المجلس، وهذا أمر جيد نوعا ما، ولذلك أصبحت تقاريرنا مقبولة في داخل المجلس وخارج المجلس. هذا التقرير اللي هو الآن بين أيديكم بين أيدي حضراتكم هو يخص فقط السنة التشريعية الثانية. تعلمون نحن الآن في السنة التشريعية الثالثة، دخلنا في الفصل الأول من السنة التشريعية الثالثة، لكن لم ينتهي هذا الفصل. تقاريرنا نطلقها بعد انتهاء الفصل، ولذلك الكلام سيدور عن مجمل أداء مجلس النواب منذ انطلاقته في 3/9/2018 لغاية 26/9
في 2020 لأنه هي هذه اللي تغطي المرحلة الزمنية اللي اشتغل عليها مجلس النواب. الآن راح أعطي مقاربات ما بين الدورة الانتخابية الثالثة يعني السابقة والدورة الانتخابية الحالية لمجلس النواب، وسترون أن الأرقام ستكشف عن شيء أنتم يعني راح تحللوه في داخلكم. إلى الآن أعزائي، إلى الآن يعني مثل هذا الفصل التشريعي في السنة التشريعية